اهلا وسهلا بكم احبابي واصحابي ومتابعيني الكرام، فضلا وليس امرا يا ريت تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو. وانا حابب كل الجمهور الكوره في مصر اذا كان اهلاوي او زملكاوي اللي بيتفرج على الفيديو ده ولسه ما عمليش اشتراك، اعمل لاخوك الغلبان اشتراك، اخوك الزملكاوي اشتراك اذا كنت انت اهلاوي او زملكاوي. انا النهارده عامل الفيديو ده مخصوص عشان ارد على فيروس الكره المصريه صاحب الفتنه ما بين جمهور نادي الزمالك وجمهور النادي الاهلي، اللي هو المفروض الفريق بتاعه بيلعب في بطوله كاس العالم للانديه وهو مسافر 15 ساعه طيران عشان يغطي فريقه في البطوله، لازم يجيب سيره نادي الزمالك معاه في جمله مفيده، مع ان نادي الزمالك مش معاه في نفس البطوله، هو لازم ياخد اللقطه. تعالوا نشوف فيروس الكره المصريه قال ايه ونرجع نرد عليه. في ناس يا جماعه زي ما قلت قبل كده غلابه، انا بتكلم غلابه كرويا، يعني مش بتكلم كلنا غلابه عند الله سبحانه وتعالى. في ناس غلابه، في ناس مساكين برضو كرويا، في ناس ربنا يكون في عونهم. يمكن في ناس كتير لسه غلابه، لسه في المحليه شويه، لسه الدنيا عندهم صعبه شويه، فبدل ما يتمنى لك التوفيق فيدعي عليك. فعقبال ان شاء الله عندكم يا حبايب وتبقوا في كاس العالم وتجربوا اللوائح الجميله دي. يعني محب ما علينا والله انه يبقى كله في كاس العالم. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده اللي بيقول كده الحته كلها تتكلم عليك بتقول انت اوسخ راجل وازمل واحد في المنطقه. وبعد ما سمعنا وشفنا فيروس الكره المصريه قال ايه، انا عمر شيتوس الزملكاوي حابب اوصل لك رساله واحده بس واقول لك انت راجل عديت 60 سنه، المفروض ان انت دلوقتي جد، المفروض ان انت تبقى قدوه للناس اللي بتتفرج عليك، المفروض ان انت بتقدم رساله اعلاميه لازم الناس تتفرج عليه وتشوف واحد محترم بيتكلم بطريقه محترمه، ما بيتريقش على حد ولا بيقل من اي حد، لكن انت لازم الناس تقل منك ولازم كل جمهور الزمالك يرد عليك عشان انت تملي بتجيب سيره نادي الزمالك معاك في جمله مفيده. انت راجل مسافر 15 ساعه ورايح امريكا عشان تغطي بطوله كاس العالم وتغطي فريقك اللي بيلعب في البطوله، ونادي الزمالك ما بيلعبش معاك في نفس البطوله، ليه تملي لازم تجيب سيره الحته الثانيه؟ انت تملي بتحب تاخد اللقطه، انت لازم جمهور الزمالك يقعد يرد عليك عشان انت عارف ان جمهور الزمالك دمه حامي وما بيسكتش على ناديه ولا بيسكت على اي حد يغلط في نادي الزمالك ولا يجيب سيره نادي الزمالك معاه في جمله مفيده. عشان كده انت بتحب تجيب سيره نادي الزمالك معاك في جمله مفيده عشان جمهور الزمالك يطلع في السوشيال ميديا وفي الاعلام كله يقعد يرد عليك، فانت تاخد اللقطه وتبقى ترند. انا حبيت اوصلك رساله، فانت دلوقتي فعلا فيروس الكره المصريه في مصر وانت صاحب الفتنه ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. خليك في حالك وخليك في فريقك ومالكش دعوه بسيره نادي الزمالك، وحابب اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احب اقول لك برضو بمنتهى التقدير وبمنتهى الاحترام ان امك ما عرفتش تربي وان سفخس على دي تربيه، ومع ذلك هفضل احترمك جدا برضو، وعمر احترامي ليك ما هيقل مع مرور الايام. انا عايز اقول لكم احنا بنصور تقريبا في درجه حراره 36 37 38، فهعمل لكم كده عشان الدنيا حر قوي. كل شويه كده هلبس لكم الطاقيه ولاها عشان الدنيا نار يا حبيبي نار. بحكي للناس بس انتبه، هناك مفاجاه، نسر الاهلي. تعرف انه جه ولا ما تعرفش؟ انا قلت فيه مفاجاه يا ناس.